وهو انت ليه لسه ما اتخطبتيش لحد الان؟ ده برضو سؤال عن الزواج. هو مفيش حد سالني، هو سالني كام ارباحك بس، وانا ايه طلعت عن شعوري. احنا في نص الليل وجيجي مفيصه تحت رجلي هنا، ماما عامله جالي فهاكله معاكم. انا في مود بجد اللي هو يلا نصور 1000 يوتيوب فيديو. صباح الخير او مساء الخير على حسب بتتفرجوا عليا امتى. لو اول مره تشوفوني، انا نوران وبعمل كونتنت عن الوكاله، عن اللبس المستعمل، الاستدامه، الفن، رسم على الهدوم، حاجات مختلفه. لو انتوا انترستد ممكن تعملوا سبسكرايب، ممكن تعملوا جرس التنبيهات عشان تشوفوا كل الفيديوز اللي انا بعملها، تعملوا لايك وشير للفيديو ده لو عجبكم، لو حاسينه حد هيعجبه، وطبعا تعملوا فولو لتيك توك وانستجرام لو حابين تتابعوا محتوى انا بعمله خلال الاسبوع. يلا نبدا في الفيديو على طول. Q&As قلت لكم من يومين بالظبط على الكوميونتي تاب في يوتيوب تكتبوا لي لو عندكم اي اسئله، عشان اخر مره عملت فيديو زي ده كان من حوالي 7 شهور اعتقد، كنت 80,000، دلوقتي انا اولموست الدبل. بعمل Q&As كل جمعه عندي على انستجرام، بس كوميونتي يوتيوب مختلف عن انستجرام وليه اسئلته والطابع بتاعه الخاص وكده. بالصدفه كده فتحت الفيديو ده من كام يوم عشان اشوف الاسئله اللي اتسالت لي وانا جاوبت قلت ايه. سبحان الله من 7 شهور اتغيرت شويه يعني، بس هو الانسان دايما بيتغير وهو مش حاسس، بس لما يكون في فيديوهات بتدوكيمنت التغير ده بتبين اكتر الموضوع. فيلا بينا. اول سؤال، حد بيسالني كم ارباحك؟ الناس اللي بيعملوا كونتنت على يوتيوب دول بيكسبوا كام؟ مش عارفه الحركه دي صح ولا لا، بس عامه انا كنت بتفرج زمان على نصايح الكونتنت كريشن على يوتيوب وكده، وفي كرييتر حطت سكرين شوتس بالارباح بتاعتها بتاعت يوتيوب. عايزه اقول لكم ان الارباح بتاعت اوروبا وامريكا اكتر بكتير من الدول العربيه، يعني الفيو عندهم بيتحسب بفلوس اكتر بكتير من فلوس عندنا احنا. احط سكرين شوت هنا بالارباح بتاعت من اول السنه. هو الشهر ده اكتر شهر كسبت فيه بسبب ان كذا فيديو عمل الى حد ما كويس، كسبت 100 وحاجه دولار. ده اكتر شهر كسبته في السنه كلها، يعني قولوا 4000 جنيه. متخيلين انا تعبت قد ايه عشان اكسب 4000 جنيه؟ لو فكرتوا فيها مرتب شخص عادي هتحسوا 4000 جنيه ولا حاجه. الاول قاعده بحضر للفيديو، وبعدين قاعده بالساعات بصوره، بمنتج الفيديو ده وبحطه، غير طبعا ان انا بقالي سنتين ببلد البلاتفورم دي عشان اجرب فيديو ينفع، اجرب فيديو تاني ما ينفعش، احاول ازق الالجوريثم، اعمل كده، وفي الاخر اكتر شهر بيجي منه فلوس 4000 جنيه. مش قصدي ان ده وحش، بس يوتيوب بالنسبه للكرييتر عادي، كرييتر ما بيجيلوش الاف وملايين المشاهدات، مش بلاتفورم مربحه بصراحه. البيد كولابز هي اللي بتجيب فلوس، ومش حاسه ان في مصر حاليا عندنا ناس بتركز بيد كولابز على يوتيوب. انا عملت بيد كولاب واحده او لا، عملت 2 بيد كولابز من ساعه ما بدات الشانل دي بفلوس على يوتيوب. عملت على انستجرام طبعا قبل كده، بس البيد كولابوريشن يعني ايه؟ يعني براند يجي لك يقول لك مثلا منشن ماي نيم في الفيديو بتاعك، او اعمل فيديو عن المحل بتاعي او كذا، وبيديك فلوس معينه انت ساعتها بتحدد الريت وكده. دي بتبقى بقى ايه؟ دي فلوس محترمه. اصلا يوتيوب فتحوا الريفينيو من الشورت فيديوز، يعني لو ان حد ممكن يكسب من الشورت فيديوز بتاعتهم. الشورت فيديوز بتاعتي جايبه مثلا ملايين مشاهدات، الملايين دي جايبه لي $15. متخيلين؟ كده كده يعني انا بعمل ريلز وبرميها في كل حته، في تيك توك، في انستجرام، في يوتيوب، بس يعني دي مهزله. بس حبيت يعني ايه اشرح لكم المأساة عشان ما تحسوش ان الارباح دي ارباح يعني محترمه. هو مفيش حد سالني، هو سالني كام ارباحك بس، وانا ايه طلعت عن شعوري. هتسالوني ليه مكمله في يوتيوب؟ اولا هو بلاتفورم انا بحبه، بحس ان هو ليه مستقبل، بحس ان انا بستثمر في نفسي. يعني لما مثلا حد يجي لي ويلاقيني كرييتر على يوتيوب بحس ليها تقلها، حتى لو انا مش بكسب دلوقتي حاسه ان ممكن تساعدني قدام. وهي كمان بلاتفورم من البلاتفورمز اللي انا عليها، اللي ممكن اروج عليها السيرفيسز بتاعتي او البراند بتاعتي ان شاء الله لما ربنا كده ايه يقومها بالسلامه ولونشت وكده يعني. عشان كده انا مكمله في يوتيوب. هل الفلوس اللي بكسبها دي عدله؟ لا، بس اهي فاهمه فلوس يعني وخلاص. فاهمين قصدي؟ عرفينا اكتر بيكي. وفي حد كاتب تحتيها ممكن تعملي ايفنت نقابلك فيه، نفسي اخد رايك في الستايل بتاعي عموما، يا ريت لو تورينا البراند بتاعتك الجديده. عامه دي فكره حلوه. انا نوران حسام البنان، عندي 31 سنه للناس اللي لسه عامله لي فولو جديد. اتخرجت من فنون جميله قسم الجرافيك شعبة تصميم مطبوع سنه 2014، واشتغلت جرافيك ديزاينر في كذا مكان، وبعدين حسيت ان انا مش هو ده اللي انا عايزه اعمله.
لقيت بالصدفه شغلانه في ريتيل في الفاشن مع ماركه محليه بتشتغل مع السيدات في سانت كاترين وسيوه والصعيد اللي بيعملوا شغل يدوي. فحسيته شغل انترستنج قوي، كانوا عايزين حد بارتستيك باك جراوند. اشتغلت معاهم لمده 4 سنين وجربت حاجات كتير قوي قوي معاهم، وكانت بجد من اكتر الشغلانات المفيده واللي لقيت فيها شغفي واتبسطت فيها وكده. في نفس الوقت انا كنت بحب الحلي من زمان، مامتي بتجيب لي فضه من وانا صغيره فحببتني فيها لحد ما حسيت اللي هو نفسي اتعلم حاجه زي كده. في 2016 وانا بشتغل مع البراند، واحده صاحبتي بعتت لي اعلان مدرسه عزه فهمي. عزه فهمي دي اشهر مصممه حلي في العالم العربي كله، هي مصريه يعني. كنت بشوف الاعلانات بتاعت عزه فهمي من زمان، بس كنت حاسه انه غالي، الكورس غالي ان انا اخلي اهلي يدفعوه في الاخر يبقى واحد من النزوات بتاعتي الكورسيه، اللي هو احضر كورس ويبقى كورس نزوه اللي هو ما كملش فيه. وده عادي، كده كده الانسان لازم يجرب عشان يلاقي شغفه. حوشت ودخلت الليفل 1 كورس وحسيت ان انا تمام حلو قوي عايزه اكمل. قابلت بقى مصممه حليه قالت لي طب ما تيجي تتمرني معايا وكده، كنا ساكنين قريب من بعض وبتاع. فاتمرنت عندها لمده 2 كنت بساعدها وفي نفس الوقت هي بتعلمني يعني. وبعدين بقى سبت البراند وسبت المصممه وبدات اعمل كونتنت بشكل جدي يعني جدي بشكل جدي في 2020. انا كنت بدات انستجرام من 2018 بس كنت على استحياء قوي، كنت بس فاتحاه بابليك بس كنت بحط صور لنفسي وخلاص من المرايه كده على استحياء، بسبب ان انا كنت عايزه اطلع بره الكومفورت زون بتاعتي. كنت بتكسف جدا جدا، كنت شخص خجول مش واثق من نفسه، بس كنت بحب قوي قوي اللبس، كان عندي شغف بيه. كنت حاسه انه ايه، طب انا كل يوم بلبس لبس عاجبني ومختلف وكرياتيف وكده ومش ببينه لاي حد خالص، وبشتغل في شغلانه بشوفش حد فيها اصلا في محل يعني. فقررت اعمل البلاتفورم دي 2018. 2020 بقى لما سبت البراند وسبت مصممه الحلي، قررت اللي هو ابدا كونتنت كريشن بشكل جدي. ما كنتش متخيله ان انا هبقى كونتنت كريتور وان انا هتشهر وكده، بس كنت متخيله ان انا هصور نفسي وانا بشتغل على امل ان شاء الله ان انا ابدا براند. ما اعرفش براند في ايه، كنت لسه محتاره، عندي سكيلز عندي مهارات بس مش عارفه احطها فين. الموضوع واحده واحده بدا يبقى كونتنت كريشن، بدات اطلع من الكومفورت زون بتاعتي، بدات ابقى كونفيدنت اكتر. حاسه اصلا السوشيال ميديا خلتني شخصيه كمان بتعرف تعبر عن نفسها اكتر يعني. بس دي تقريبا كل حاجه عن نفسي. عندي 3 اخوات، اخين واخت، انا تاني واحده. عندي اخ اصغر مني واخت اصغر مني واخ اكبر مني. عندي قطتين. هل ممكن تتجوزي شخص مش مصري؟ سبحان الله، كان لسه انا وصاحبتي بنتكلم في الحوار ده. بصوا يعني لما حد بيسالني سؤال، اي سؤال اللي هو هل ممكن او كده واجابته بتبقى لا او بقول never say never. لو قلت لا دلوقتي الله اعلم ايه اللي هيحصل قدام، بس انا رايي حاليا مش حاسه الصراحه ان انا عندي طاقه ان انا اتجوز حد غير مصري. طبعا الواحد ما يعرفش ايه اللي هيقابله في حياته، والشخص ده ممكن يبقى يعني ممكن اقابل مثلا شخص حقيقي مناسبين قوي لبعض ويطلع مش مصري ونتجوز. بس انا حاليا بفكري دلوقتي بان انا ما قابلتش حد، بفكر اللي هو لا يعني هبذل مجهود قوي عشان اتعرف على ثقافته عشان افت ان، ويا ترى هنعيش فين، انا عايز اعيش في بلدي. طب ومثلا لو خلفنا ولادنا هيبقوا دايما حاسين ان هم they don't fit in ولا في الثقافه دي ولا في الثقافه دي. حاسه ان هي الصراحه مجهود كبير. برضو عندي في مخي كده دايما بحس ان دايما الثقافات التانية بتبقى مغرية، بتبقى tempting، بيبقى اي حد من بلد تانية بتحس ان هو واو حاجة مختلفة وكده وجميلة. فبحس دايما قلبنا بيشتغل اكتر من عقلنا في الحتة دي، بنحس ان هو الموضوع اكزوتيك او كده. فمش عارف، في سؤال صعب قوي مش هجاوبه. ازاي احافظ على الاستمرارية في اي شيء؟ اياد بيسأل. ثانية واحدة. ممكن اقول حاجة ايجابية عن نفسي. انا شخص مجتهد وبعرف اصبر على حاجه واديها وقتها. ممكن اقعد اقول لك في نصايح كتير قوي وفي الاخر تحس النصايح دي صعبه عشان انت كشخص مش كده، مثلا تبقى بالنسبه لك الستبس اللي انا هقولها اصعب. عشان كده قلت اقول المقدمه دي. انا رايي ازاي نحافظ على استمراريه اي حاجه. شخصيا بحس ان لما بحط هدف قدامي والهدف ده كده كده انا بخطط له وبشتغل له كل يوم مهما كان، يعني عادي ممكن يوم ما يبقاش عندي خالص ولا نقطه شغف اشتغل له قليل قوي، او مثلا يوم افتكر بس الاهداف بتاعتي واكتبها واكون فعلا مش قادره اقوم حتى اعمل اي حاجه فيها. اليوم اللي بعده عندي طاقه، اليوم اللي بعده ما عنديش، بس دايما حاطه الهدف ده قدامي وعايزه اوصل له. سواء الهدف ده ان انا صحتي تبقى كويسه فاروح العب رياضه واكل كويس واهتم بصحتي، اجين فولورز على بلاتفورمز مختلفه على السوشيال ميديا عشان هدف تاني اللي هو مثلا
ان انا ابقى بيرسونال براند، ان انا يساعدني في شغلي بعد كده، تكون علاقتي قويه بعيلتي او علاقتي قويه بصحابي. ف هحاول اللي هو اسال على صحابي اول باول، هحاول مثلا ما افوتش خروجات قوي عشان اعرف اقعد معاهم، واللي هو العلاقه دي تفضل حلوه ما بيننا. كل الحاجات دي اهداف ممكن انا ما كنش ليا نفس لاي حاجه من الحاجات اللي بتؤدي للاهداف دي في يوم من الايام، بس مش معنى ان ماليش نفس يبقى انا مش هعمل كده. لا، انا دايما هزق نفسي ودايما هشتغل على حسب طاقتي، مش لازم كل يوم ادي 100%، بس المهم ان انا اشتغل. فيعني هو ده الحفاظ على الاستمراريه في اي حاجه. وعامه في اسئله عن الجواز كتير. وهو انت ليه لسه ما اتخطبتيش لحد الان؟ ده برضو سؤال عن الزواج. انا مش عارفه ليه حاسه ان مؤخرا بقيت اتسال السؤال ده بزياده. يمكن عشان معرفش، هو انا بقالي مثلا 2.5 على السوشيال ميديا بتعرف واحده واحده، بس دي اكتر فعلا فتره بتسال فيها عن السؤال ده. انا مش عارفه ايه السبب ده. هل هو مثلا سبب انه موسم الجواز ولا ايه؟ مفيش سبب ليه ان انا ما اتخطبتش او اتجوزت لحد دلوقتي، غير ان انا يعني ما قابلتش الشخص اللي انا عايزه اتجوزه، او مثلا لقيت ان انا اعرف مثلا اعيش معاه ونكون اسره. يعني هو ده السبب. مفيش سبب مثلا يعني مفيش سبب معين، او مثلا مفيش سبب شخصي ان انا مثلا قررت ابقى لوحدي. لا خالص، عادي. يعني احنا مخلوقين عشان نلاقي بارتنرز، نلاقي بعض. الراجل عايز ست يتجوزها والست عايزه راجل تتجوزه، ودي هي سنه الحياه. فكده كده عادي، انا نفسي اتجوز واعمل عيله. بس السؤال ده لما بيتسال لي بحس انه انتوا عايزين ايه الاجابه يعني، او بحسه اللي هو سؤال بيتسال عشان في حاجه غلط، فبتوتر اكتر. فاهمين قصدي؟ عشان رغم ان انا في حياتي اكيد نفسي اعمل عيله، بس مش ده اللي بأوبسس اوفر يعني طول الوقت، اللي هو بقعد افكر 24 ساعه انا نفسي اتجوز. لا، مش بفكر في كده، بفكر في حاجات تانية كتير. ده منها طبعا ان انا نفسي في يوم من الايام ان شاء الله اعمل عيله وكده. بس لما بيتسالي السؤال ده بحس ان الناس بتأوبسس في حاجه زي كده، بس اللي هو شايفيني ايه ده، ايه بقى الريليشن شيب ستاتس بتاعك دلوقتي؟ مش متجوزه؟ طب ليه بقى؟ ما هو ليه؟ عشان ايه يعني؟ هي دي الاجابه بالنسبه لي. سافرتي كام بلد؟ طلعيني بليز. الهام طارق. هيا الهام. خلينا كده نعدهم من وانا صغيره. اول بلد سافرتها انجلترا، عشان بابايا كان بيدرس هناك سنتين، فاحنا رحنا عشنا معاه سنه. وبعدين السعوديه، عملت كذا عمره. ورحت سنغافوره، ورحت اليونان، رحت 5 جزر هناك، ورحت لبنان، رحت المغرب مؤخرا، ورحت تركيا. يبقى انا رحت 7. فكره البراند جاتلك من امتى وانتي بداتي تنفذيها؟ فكرة البراند جات لي من اكتر من 10 سنين. انا واحدة صاحبتي اسمها ندى خيري، انا وندى كنا من ساعة ما بدأنا از جروب، يعني كنا جروب كبير من الصحاب بننزل الوكالة دي. يا جماعة لو حد مش مصري بيتفرج علينا، ده مكان بيبيع لبس مستعمل، يعني زي منطقة كده اسمها الوكالة، وكالة البلح، فيها بالة. فالمهم انا وندى كنا بنحلم دايما، بقول لها يا ندى تخيلي مثلا لو جبنا مثلا بالطو، قصقصناه وزودنا عليه وعملنا له ابسايكلينج وبعناه. دي كانت فكره البراند في مخنا انا وندى. وبعدين بقى اتخرجنا، اتفرقنا، اللي اتجوز، اللي اشتغل، اللي عمل مش عارف ايه. وبعدين لما انا اشتغلت مع الماركه المحليه، زي ما انا قلت لكم، كان في يعني ناس ستات في سانت كاترين، سيوة، الصعيد، في كل اماكن في مصر بتطرز على الهدوم او بتعمل شغل اللي هو على النول اليدوي. بما اني كنت فنون جميله، هم كانوا عايزين مني ان انا ارسم على الهدوم. فمن هنا بدات ارسم على الهدوم بالوان قماش. ومن هنا بدات فكره ان انا كنت بنزل الوكاله اوريدي، فبدات فكره ان انا ارسم كمان على اللبس المبقع. ومن هنا بدات فكره اللي هو الله، ايه ده، ليه ما اعملش براند قايمه على كده؟ عشان اتسالي برضو السؤال ده قبل كده، ليه ما تعمليش براند جديده بقماش جديد؟ اوريدي في كتير قوي قوي بيتعمل جديد فروم سكراتش من الصفر. فمش حاسه ان انا بشخصيتي، بالفاليوز بتاعتي، بالقيم، بكل ده، ان انا عايزه اجيب قماش من الاول وجديد واحول القماش ده لحاجه جديده. حاسه ان اوريدي في لبس كتير قوي في العالم اتعمل، وفي لبس كتير قوي قوي بيترمي. فليه انا ما حاولش انقذ شويه من اللبس ده، ودي كمان انسبيريشن او يعني الهام للناس ان هي ما ترميش لبسها وتعمل زيه وتنقذه لو هي حابه يعني. فده حاسه ده اكتر حاجه بتخليني اكسايتد او تخليني متحمسه ان انا اعمل براند، هي الفكره دي. ملك بتسال، عايزه اعرف هو انت ازاي خطر على بالك فكره حمايه البيئه وانك تشتري منتجات محليه وكده؟ فاهمه قصدي؟ وليه بتنصحي ان ما نشتريش هدوم جديده وكده؟ بحبك جدا. شكرا. ازاي خطر على بالي حمايه البيئه؟ هو ما خطرش على بالي، هو كان بالتدريج جدا. المنتجات المحليه بدا حبي ليها من ساعه ما اشتغلت مع الماركه المحليه، لان هم كمان
ما كانوش بس بيصنعوا هدوم اللي هي كمان تراثيه مش محليه بس، كانوا بيبيعوا يعني زي كونسبت ستور برضو، ميني كونسبت ستور، كانوا بيجيبوا لماركات محليه تانية وبيبيعوا لها. فعندهم بقى اتعرفت على ماركات محليه قيمه جدا، تحفه، جودتها رهيبه. حسيت قد ايه انا زمان زي الناس العاديه، كنت فاكره ان صنع في مصر ده اي كلام. بجد اكتشفت الحلاوه والجمال دلوقتي انا وانا بكلمكم كده. ادركت ان بجد ان ربنا، الخطوات اللي ربنا حطني فيها خلاني بجد احب حاجه زي كده، عشان بعد كده يبقى ليا صوت وبلاتفورم، كذا بلاتفورم اتكلم فيها عن الحلاوه والجمال بتاعت الماركات المحليه، لان في كتير منهم جدا مش بيعرف يبين حلاوته وجماله. فلما انا كشخص اشتغلت اصلا معاهم وعندي شغف بالحته دي اعرف ابينها. البيئه بقى واحده واحده لما كنت بتابع اليوتيوبرز الاجانب اللي بيشتروا لبس مستعمل من البالة بقى بره عندهم، بدأت افهم منهم هم ليه بيعملوا كده. في كتير قوي منهم كان بيعمل كده عادي توفير الفلوس، بس في منهم كتير قوي كان بيعمل كده عشان to be more sustainable او يبقى مستدام اكتر. قلت الله، طب يعني ايه اصلا استدامة؟ يعني ايه اصلا انه يعني البيئة واستدامة وايه علاقتهم ببعض وكده. ابتديت بقى اقرا واعرف واتفرج على فيديوهات، وشفت كمان فيلم وثائقي اسمه The True Cost، هكتب لكم اسمه هنا، اتكلمت عليه قبل كده كتير. يعني القى الضوء، يعني ممكن اقول كده القى الضوء على مشكله الموضه السريعه من ناحيه بقى العماله في الدول الفقيره. فكان حقيقي فيلم يعني اي اوبننج جدا، يعني فتح عيني على حاجات كتير. من ساعتها انا قررت اقاطع الموضه السريعه واحده واحده بقى، انه اصلا حد يبقى مستدام في الدولاب بتاعه هيبتدي يفكر اللي هو ايه ده، طب ازاي يبقى مستدام في حياتي عامه. يعني انا مهتمه بالاستدامه بوجه خاص اكتر حاجه في الفاشن، لان انا شخص بحب اللبس، بس في حاجات تانية برضو لان هي المبدأ واحد، انه اكون مستدامه، ان انا مخلوقه على كوكب الارض عشان اعمر فيه واعبد ربنا مش افسده بس. فيعني من هنا بدأت الفكرة. يعني انجي بتسأل ازاي بتاخدي خطوة انك تنزلي بلبس مميز. انا حاسة انا جاوبت السؤال ده قبل كده، حاجة شبهه في الفيديو القديم، بس ممكن اقول دلوقتي ازاي باخد الخطوة. هي جت برضو بعد محاولات كثيرة جدا جدا. اولهم كانت مع دوايري بتاعت صحابي واهلي زمان قوي قبل ما ابدأ سوشيال ميديا، وبعدين انا اصريت يعني على حاجة زي كده رغم التريقة والحاجات اللي انا كنت باخدها. اصريت ان انا اكمل لان دي كانت حاجة شغف بالنسبة لي، ان انا احب اعبر عن نفسي. بحس كمان ان دراسة فنون جميلة زودت، حاسة ان الجلي ده ساح، وحاسة ان دراسة فنون جميلة زودت الشغف ده وخلتني كإنسانة بحب اعبر عن نفسي اكتر. فبعد ما تخطيت، بعد سنين لما تخطيت حتة اهلي وصحابي وقرايبي وكده في اللبس الغريب، لما دخلت بقى على السوشيال ميديا كنت كده نفسي. طبعا في الاول كانت صعبه قوي، وبعدين واحده واحده الناس بدات تقتنع، وبقيت ابيلد كوميونتي خلاص فهمني وعرف ستايلي وعرف شخصيتي، بقى الموضوع اسهل يعني. بس هو دايما الموضوع بيبدا صعب وبعد كده بيبقى اسهل يعني. اوكي، حد بيسال عن تكلفه الرحله بتاعه المغرب ونظمتيها لوحدك ولا مع شركه؟ لسه ما اتفرجتيش على فيديو المغرب، انا كاتب يعني الفيديو ده اخد مني بقى، عشان لازم اقول بقى اخد مني كمية بقى مجهود واديتنج وتصوير ورغي وكلام رهيب. فلو سمحتي او لو سمحت، متهيألي لو سمحتي روحي اتفرجي على الفيديو ده، بجد فيه كل التفاصيل، فيه الفيزا، فيه التكاليف السفر، في المدن اللي زرتها، في كل حاجة، وفي ان انا مع نظمتها لوحدي ولا مع شركة، فيه كل حاجة. ايه احسن الوان ابدأ اتعلم بيها رسم على الهدوم؟ الوان قماش طبعا. الدولار خلى كل حاجة بقت يعني مش الدبل ولا التريبل، حتى بقت يعني نار. بتتكلمي في السوق المصري لو انتي مصرية، مش عارفة انتي مصرية ولا لا، بس يعني في انواع الوان مختلفة في السوق المصري. انا عاملة في الهايلايتس كده مخصوصة في انستجرام للالوان. اكتر الوان بحبها نوع اسمه بابيو، بس هو غالي للاسف، غالي جدا. في انواع تانية لذيذة لو حد لسه بيبدأ وعايز تجربي على نفسك، وعادي مش فارق معاكي الكواليتي قوي، ممكن تبدأي بانواع تانية. يعني كيف نكون واثقين بنفسنا؟ انا حاسه برضو ان السؤال ده جاوبته في الفيديو اللي فات السنه اللي فاتت. حاسه انا عايزه ارجع واشوف انا قلت ايه، بس خليني اقول ان الثقه بالنفس، ان شخص واثق من نفسه اصلا الثقه بتروح وتيجي. يعني ممكن شخص واثق من نفسه جدا يتعرض لموقف ثقته بنفسه تقل او ثقته بنفسه تزيد. الثقه دي حاجه مش ثابته،
هي صحيح في انسان واثق وانسان مش واثق، بس الثقه دي برضو بتتذبذب، بتزيد وتقل برضو مع المواقف وكده. فعشان انا قلت كده، هي الثقه عامه محتاجه الواحد يشتغل على نفسه ويحب نفسه، يحس كده لما يدخل اي مكان انه عادي، يعني ان في ناس هتكرهه وفي ناس هتحبه رغم ان هو ملوش ذنب. يعني هو مثلا ما نطقش، عادي، انت ممكن تتكره او تتحب عادي جدا، ويكون اوكي بالموضوع ده. يعني اللي هو تمام، انا مش فارق معايا لان مش بايدي. لو حد بيكرهني لسبب معين، مثلا انا عملت حاجه، احاول اشتغل على نفسي في الحته دي واصلحه. لكن لو مش لسبب، خلاص مش ذنبي. احنا اتربينا برضو على حب النفس ده، اللي هو انت مغرور، يعني خليك متواضع. لا، التواضع حاجه وحب النفس حاجه عادي. يعني ممكن احب نفسي وابقى متواضع عادي جدا، بس دايما اشوف المميزات اللي في نفسي واعززها جدا بجد، واشتغل عليها وتبقى احسن واحسن واحسن. واشوف العيوب اللي هي بتأذي، لو في عيوب، يعني في عيوب مثلا الناس بتشوفها عيوب، بس هي للاسف هي طباع في الشخصيه، وهي مش عيوب بالنسبه لكل الناس. بس لو هي عيوب بتأذيك او بتأذي غيرك، حاول يعني واحده واحده تصلحها وتشتغل عليها. مثلا ما كنتش بعمل اي كونتاكت مع حد، كنت بتكسف جدا جدا. طول عمري وشي فيه حبوب كتير من وانا صغيره، وحتى لما الحبوب مشيت فيه تكستشر، وحتى لو قربته هتلاقوا فيه زي اثار كده وتكستشر وكده. دلوقتي عادي، مبقاش يفرق معايا خالص حد يبص لي، حد مش عارف ايه. زمان بجد كنت بتكسف جدا حد يبص في وشي او يعمل معايا اي كونتاكت من كتر موضوع الحبوب ده مأثر فيا. هل انا دلوقتي مثلا وشي املس وتحفه؟ لا، عادي، بس انا اوكي بالموضوع ده عادي، مش فارق معايا. مش حاسه ان هو بيقلل من جمالي مثلا. يعني جمالي كشخص طبعا مش هقول بس من جوه، من بره اكيد برضو بحبه من بره، بس يعني اوفرول انا شخص بالنسبه لي شخص حلو من بره، ومن جوه برضو بشتغل على نفسي. شوف نفسك بعين حلوه، شوف انت تقدر تشتغل عليها ازاي واشتغل عليها. لو جسمك مضايقك مثلا وتعرف تعمل حاجه للموضوع ده، اعملها. لو مش عارف تعمل حاجه وجسمك هو جسمك، حاول تتقبله، وحاول مثلا تلبس بطريقه تخلي انت مرتاح مع جسمك. حاول تغذيه وتاكل بطريقه حلوه انه تبقى مرتاح فيه. حاول مثلا تتابع ناس جسمهم شبهك وكونفيدنت، عشان تحس ان انت اهو مش لوحدك، في ناس سعداء بنفس الجسم ده. انا طبعا اديت مثال للجسم يعني، بس هو امثله كتيره جدا. يعني متقارنش نفسك بحد خالص، لان المقارنه برضو للاسف دايما بتهد. الناس كلهم يعني ليفلز في كل حاجه، في الذكاء، في الجمال. يعني عمرك ما هتلاقي احلى حد او اذكى حد، احنا دايما مختلفين في كل الاماكن. فدايما ما تبصش حوالين المكان وتحسس نفسك انك اذكى واحلى حد. عادي، مش فارقه، يعني حد جميل، حد ذكي، حد مش عارف ايه. دايما حط نفسك ان انت كده كده worthy او ذو قيمه، مهما جه حد اجمل او اذكى، انت برضو ذو قيمه. يعني يا رب اكون قلت حاجه صح، مش عارفه. لو التيكت المكتوب فيه نوع القماش مش موجود، مقطوع، اعمل ايه عشان اعرف نوع القماش؟ ولو ممكن تعملي فيديو باساسيات الهدوم اللي تكون موجوده في الدولاب. بصي انا اوريدي عامله فيديو باساسيات الهدوم، بس حاسه انه ما كانش احلى فيديو، فممكن اعمل فيديو تاني. بس السؤال بتاع لو التيكت مكتوب عليه نوع قماش مش موجود، مقطوع، اعمل ايه؟ محتاجه ان انا اكون خبره شويه في الحته دي، ان انا اكون دايما بقلب وابص في التيكتس بتاعه الهدوم والمس الاقمشه، عشان لما ما يكونش فيه تيكت، لما المس احس ده ايه. هي بتيجي مع الخبره والتدوير الكتير. عامه حتى انا بتلخبط، يعني ما بلاقيش تيكت بحس ان انا ما بشوفش. دينا بتسال بتخططي تسافري ازاي وبتختاري البلد على اي اساس؟ وسأله تاني سؤال تاني، انتي انفلونسر دلوقتي، ايه حاسه اتغير فيكي وتعلمتيه وفرق في حياتك؟ 3 love you too. اوكي، بتخططي تسافري ازاي وبتختاري بلد على اي اساس؟ ما بخططش بصراحه. يعني سفريه المغرب دي كانت اول سفريه اسافرها لوحدي انا وصاحبتي. قبل كده كنت بسافر مع اهلي او بسافر مع اصحاب اهلي او كده، فاهمين قصدي؟ لكن المغرب دي اول سفريه حرفيا اخطط لها. الصراحه مش بخطط قوي. مثلا حد مسافر بلد انترستينج ومثلا بيقول لي يلا، يعني مثلا اليونان دي سافرتها ان صاحبتي واهلها كانوا مسافرين اليونان، وقالوا ايه ده تحبي تطلعي معانا؟ فبصيت كده سالت بابايا، كنت ساعتها صغيره يعني، قال لي تمام وبتاع، فسافرت معاهم اليونان. مع اني كنت عمري فكرت ان انا هروح، كنت بسمع عن اليونان بس عمري فكرت ان انا اروحها يعني. تركيا، اهلي كانوا عايزين يسافروا تركيا فسافرنا سوا. المغرب حرفيا لا، المغرب بقى كانت من البلاد اللي حقيقي انا كان نفسي اسافرها جدا جدا يعني. هتقولوا لي ليه؟ معرفش. يعني في ساعات كده مثلا بلاد بتظهر قدامي كمثلا صور،
مثلا للكالتشر بتاعتهم، حاجات انترستنج جدا. بحس اللي هو ايه ده، الله انا نفسي ازور البلد دي. منهم المغرب، منهم اسبانيا، منهم جنوب افريقيا، حاجات كده مختلفه بتيجي في دماغي يعني. بس في نفس الوقت الحظ بيلعب الموضوع ده. انا كنت حاطه المغرب في الليسته بتاعتي، وصاحبتي بالصدفه قالت لي انا نفسي اسافر يعني وكده ومحوشه، فقلت لها ايه ده انا كمان محوشه وبتاع، نحاول نحوش اكتر وكده لحد ما نظبط، وحاولنا نظبط مع بعض والموضوع نجح. فانا بخطط على الاساس ده، ما بخططش قوي يعني، بس بخطط على حسب انا محوشه ولا لا، وعلى حسب البلد كده لما تظهر بالحظ يعني. صاحبتي هي لقيت لي يلا المغرب، فانا كنت حاطاها في الليسته فسافرتها يعني. ايه حاسه اتغير فيكي وتعلمتيه وفرق في حياتك؟ يا لهوي. والله حاسه الكلمه نفسها انفلونسر دي قويه، وحاسه ان هي بتيجي مع مسؤوليه. انا عارفه ان كلمه انفلونسر كلمه يعني مغضوب عليها وكلمه الناس بترميها كده زي الشتايم دلوقتي، بس حقيقي معنى الكلمه مهم. انا حاسه ان هو ان حد يبقى مؤثر يعني دي حاجه قويه وحاجه صعبه، يعني مسؤوليه صعبه ان الواحد يبقى معاه المسؤوليه دي لو فكر فيها يعني. في مؤثرين كتير قوي قوي والناس بتتابعهم وبتسمع كلامهم وبتثق فيهم. ممكن ما يكونوش صح، ممكن يكونوا صح، بس انا دايما بحس ان هي مسؤوليه. وكتير قوي بيعدي عليا فترات ببقى متوتره وحاسه اللي هو ايه اللي انا بعمله ده، انا كل كلمه لازم احاسب عليها عشان ما تضرش غيري. وفي نفس الوقت ايام تانية بقعد اقول لا، انا لو حسبت على كل كلمه انا حقيقي مش هستمتع باي حاجه خالص، ولا هستمتع ان انا بعمل كونتنت، ولا الناس اصلا هتحس ان انا على طبيعتي. فبحاول على قد ما اقدر افكر واخلي بالي، وفي نفس الوقت ابقى على طبيعتي، وفي نفس الوقت اطلع اعتذر لو انا غلطت في اي حاجه، عشان الانسان عادي خطاء يعني. ايه اللي اتغير فيا؟ حاجات كتير. انا حاسه ان انا كبرت يعني، I grew بالطريقه اللي هي كبرت، عقلي كبر يعني مع الكونتنت كرييشن. ثقتي بنفسي زادت الحمد لله يعني. عديت عديت باختبارات كتير كانت ممكن تأذيني، بس الحمد لله عديتها. اتعرفت على ناس كتير بسبب الكونتنت كرييشن، ناس بجد لطيفة جدا، رغم اني كنت فاكرة يعني ان الوسط ده هيبقى صعب ومش شبهي، بس لا، دايما في كل مكان في ناس شبهك بجد، في كل مكان يعني. فلا، ممتنة جدا جدا، وفرق، واكيد فرق في حياتي ان انا يبقى ليا صوت. يعني انا طول عمري العكس خالص، في حياتي العادية ما كنتش حاسة ان ليا صوت، ما كنتش حاسة ان رأيي اصلا مهم. دلوقتي لما يكون عندي كذا بلاتفورم بآلاف المتابعين اللي هم بيحبوني وبيثقوا فيا وفي كلامي وبيسمعوني وليا صوت، دي برضو حاجة بتوترني شوية، عشان ساعات بحس اللي هو طب افرض كل ده اختفى. لازم اعرف قيمة نفسي من غير اي حاجة انا شايفاها مزودة القيمة دي، زي اللي هو الكونتنت كريشن او ان انا مشهورة او كده. فهي الحقيقة يعني هي زي معادلة صعبة، بس بصراحة انا شايفة مميزاتها يعني اكتر من سلبياتها، وحاسة فعلا ان هي اثرت في حياتي في جوانب كتير قوي يعني. ازاي وصلتي لمرحلة حب الذات؟ لان انا في بداية العشرينات لسه بحاول في موضوع حب الذات. متابعاكي من العراق، وصار اكتر من سنة اتابعك، واتمنى اشوفك لان بحس تفكيرك عبارة ابداع. بصي يا منار، هي برضو تختلف من شخص للتاني، وهي برضو رحلة شخصية. انا عديت بحاجات كتير جدا جدا جدا، بس عايزه اقولك ان انا كنت ممكن اكون وصلت لمرحله مش حلوه خالص، ان انا كنت اتمنى ان انا بجد معيش اصلا، من كتر ما انا مش قادره اعيش مع نفسي، من كتر ما انا شايفه نفسي وحشه في كل حاجه للاسف يعني. ده كان زمان، ما كنتش كويسه خالص، ما كنتش مبسوطه من شكلي ولا من شخصيتي، ما كنتش مبسوطه من اي حاجه خالص. ازاي اشتغلت على نفسي؟ لما ابتديت اطلع يعني، ابتديت مثلا اروح اصاحب ناس مختلفة، اتعرض لمواقف كتير الحياة علمتني. لما ابتديت اشتغل على نفسي يعني، انا فاكرة ان يعني انا كنت بقولك ان كان في مرحلة مش لذيذة خالص، بعدين بقى بدأت اجرو او اكبر. حصل لي مواقف صعبة في حياتي خلتني اوصل لحتة لو قوي. ففي صديقة انا فاكرة يعني، انا مش بصي انا فاكره الموقف ده، بس اكيد موضوع حب الذات والتطور وكده كان مراحل كتير، بس انا فاكره الموقف ده كويس قوي، انه كان زي حاجه مهمه، فيصل او حاجه مش عارفه اسميه ايه.
انه صاحبتي كنت بكلمها وكنت بعيط وكنت بحكي لها حاجات مضايقاني كده في فتره في حياتي، فقالت لي طب بقولك ايه، ما فكرتيش تروحي لحد لثيرابيست يعني معالج نفسي او كده؟ قلت لها ساعتها انا اصلا كنت بفكر من ايام لما كنت في ثانويه عامه، كنت حاسه ان انا مش كويسه وكده، واهلي كانوا بيقعدوا يقولوا لي يعني الصراحه كانوا بيدعموني طبعا، كانوا بيقعدوا يقولوا لي طب ما تكلمينا احنا، كلمي معانا وكده. بس للاسف يعني لو في حد من الاهالي بيسمعني بيتابعني وكده، المعالج النفسي حد بروفيشنال بيعرف كويس قوي يتعامل مع الام اللي قدامه. مش معنى ان انت حد قريب منه وبتحبه يبقى انت هتعرف تساعده، دي اللي اهلي كتير قوي مش فاهماها. صحيح اهلي كانوا بيدعموني جامد قوي، كانوا عايزين يبقوا جنبي ساعتها، بس حقيقي انا كنت محتاجه حد بروفيشنال يشوف ايه المشاكل فعلا من بره، يعني يشوف من بره ما يشوفهاش من جوه، لان كمان في مشاكل كتير قوي ممكن تبقى ناتجه عن الاهل، والاهل دايما هيبقى عندهم حته اللي هو احنا بجد عملنا كل اللي احنا يعني عايزينه عشان كل اللي احنا قادرين عليه عشان مثلا تبقوا كويسين، وهم فعلا عملوا كل اللي هم قادرين عليه، بس في حاجات كتير قوي مشاكل حصلت هم مش مدركينها. عشان كده بقول لكم يعني ان العلاج النفسي مهم. فساعتها لما صاحبتي كلمتني وقالت لي يعني ما تجربي، فساعتها انا كنت بقى كبرت خلاص، كنت عديت طبعا ثانويه عامه، كنت في معرفش 2016 برضو حاجه كده، 2016 حصل فيها حاجات كتير قوي يعني، تقريبا كان 2018. كانت بتقولي يعني ما تروحي لحد، فقلت لها طيب تعرفي حد اديني رقمه كده، فادتني رقمه، ومن هنا بدأت بقى. ونفس السنة بدأت ألعب رياضة فيها، عشان أنا طول عمري عندي مشاكل في جسمي، أنا عمري كنت تخينة يعني، بس طول عمري عندي بادي ديسمورفيا، حاجة اسمها بادي ديسمورفيا، دايما شايفة نفسي جسمي مش حلو، دايما مقارن، دايما مش مرتاحة فيه، دايما مش مبسوطة. فبدأت أروح الجيم، مش قصدي ان الجيم ده هو السحر، بس العلاج النفسي بلس ان انا بدأت، وكنت من زمان قوي بحب اكل اكل صحي وكده، بس لما بدأت اروح الجيم واطلع طاقة، واحدة واحدة جسمي بدأ كمان، ما بدأتش اخس ولا حاجة، بس بدأ جسمي اللي هو يتشد ويبقى قوي وكده، بدأ يبقى عندي كمان confidence اكتر يعني، واحب نفسي اكتر لما فهمت نقط قوتي ونقط ضعفي. نقط ضعفي لو عايزة اعيط بعيط وبحترم ضعفي، ونقط قوتي بعززها قوي، زي ما انا في اول فيديو ما قلت لكم مثلا انا كشخص بعرف التزم ومجتهده وكده، دي نقط قوتي وبحب قوي اقول اتكلم عنها واعززها واقولها. فاعتقد حب الذات بيبدا بالنسبه لي انا بدأ بمواقف كتير وحاجات مش حلوه، حاولت اطلع منها وطلعت منها وانا بحب نفسي. فاي حد بيتفرج وحاسس ان هو مش بيحب نفسه يسأل نفسه هو ليه مش بيحب نفسه، يحاول يكتب، يحاول يدور على السبب، ويحاول يسأل نفسه الأسئلة دي، وبعدين يدور بقى على الإجابة، يعني ازاي يقدر يحب نفسه، ازاي طب الأسباب دي يحولها خلاص ان هي تختفي، ويبدأ بقى الرحلة اللي هي حب الذات بتاعته دي، يعني عشان كلنا أصلا نستاهل ان احنا نحب نفسنا يعني. بس هنختم بقى بالسؤال ده، انا مش عارفه انا بقالي كام ساعه بتكلم، ان شاء الله يكون الفيديو ده يعني عرفتوني فيه اكتر وكده، واهلا طبعا بالناس اللي متابعاني جديد، بس يعني ادعوا لي بقى التزم بالفيديوهات بتاعت يوتيوب يعني. يلا يومكم حلو، باي باي.